مساء الخير يا جماعة، كيفكم؟ أنا أعتذر جدا عن الغيبة والقطعة اللي قطعناها عليكم. بس الفترة الماضية جد كان يعني هيك عجقة وكركبة وكتير أمور صارت يعني. ونزلنا لكم فيديو حكينا لكم إيش اللي عم بصير هلأ، وفي خطوة يا جماعة وقرار كتير مهم في حياتنا أنا ونور صار. عشان تعرفوا شو هو وتفهموا الموضوع. هاي لينك الفيديو، اضغطوا عليه واحضروا الفيديو عشان تعرفوا شو اللي عم بصير معانا هلأ. ودعواتكم وربنا ييسر. احنا الفترة الماضية صراحة كنا عم نجهز لإشي كتير مهم، وفي إشي راح يصير. طبعا شفتوا الفترة الماضية كنا شوي معجوقين إذا بتلاحظوا. بس هاي السفرة مهمة طبعا، زي ما شفتوا الحمد لله خالته سهام اجت بالسلامة والأمور طيبة، وإحنا بالأردن هلأ. هاي السفرة كتير مهمة، وصارنا فترة كبيرة عم نجهز للإشي اللي راح يصير هلأ. وصار لازم نحكي لكم، يعني احنا الفترة الماضية كلها عم نعمل اشي بس بدون ما نحكي لكم، بس هلأ صار لازم تعرفوا او لازم نقول لكم. احنا جايين على الاردن يا جماعة عشان نور بدها تعمل عملية. تمام. طبعا هاي العملية صارنا وقت كبير نور عم تتحضر لها وعم تتجهز لها عشان تعمل هاي العملية، لأنه العملية مش سهلة والعملية برضو مهمة. نور يا جماعة راح تعمل عملية في وجهها بالفك، عندها هي مشكلة بالفك. تمام. طبعا راح نعمل لكم فيديو تاني مفصل عن العملية وعن ليش هي عملت العملية وليش لازم تكون، يعني ليش لازم تعمل عملية. طبعا الحمد لله مشينا بالبروسيس تبع انه نبلش بالخطوات شوي شوي عشان نوصل للي احنا هلا فيه، عشان نور تقدر تعمل عملية، لانه في اشياء كان لازم تمشي عليها وتعملها خلال السنة او السنة ونص الماضيين. فنور الفترة الماضية عم تتجهز لهذه العملية، واجينا على الاردن احنا طبعا عشان نعمل العملية. ان شاء الله انه خلال الايام القادمه نور راح تعمل عمليه وان شاء الله ربنا ييسر لها الامور. العمليه مش خطيره بس بنفس الوقت مش سهله، خصوصا ما بعد العمليه. فادعوا لنور هاي الفتره، يعني هي محتاجه كثير دعم نفسي ودعم معنوي ودعم، يعني هيك كلام حلو. يعني انا حتى الفتره الماضيه عم دائما جنبها عم بشجعها على العملية، لأنه طبعا نور كثير بتخاف من العمليات وراح تشوفوا وقت العملية شو راح يصير. اسمعوا طبعا أنا متوتر من نور قبل لا